حول الشرق الأوسط وسبل الحل. إن الفعل المعرفي المدرك هو الذي لا يستسلم لدغدغات الخرافة ويعمل على التحرر من قيودها، كما أن الإنجاز النهضوي يرقى بالمجتمعات وينقلها من طور الغيبوبة إلى طور النماء والتجلي. وبالرغم من تفشي التطرف في أوساط المجتمعات المحاصرة بأغلال الحرب وتفشي أزمة السلطة القمعية فيها، فإن أدوار المعرفيين فيها هائلة وحقيقية، وإن لم يسلط عليها الإعلام المغرض ويتمكن من حصرها أو تغييبها كليا. إن العالم اليوم يسعى للارتباط الكوني بعضه ببعض عبر الإعلام والتكنولوجيا الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي العديدة، وذلك يبرهن على أن الحدود بين الشعوب هي حدود سياسية منفعية بحتة، إذ لا حدود بين عقل وعقل وبين نهضة وأخرى. من هنا أمكن لنا الحديث عن المعرفيين وأدوارهم الجديدة التي لابد وأن تظهر لحماية الوجود من التخريب ورواسب الإبادة الثقافية والمجتمعية، حيث أن الواقع الذي بات يعبر عن نفسه بمظاهر التسلح في الشرق الأوسط مرده رداءة السلطة وتبعيتها وعشعشة التصورات الإيديولوجية التي غيبت عقول الجماهير وقوضت مدركاتها عبر تمركز الحكم الطائفي. عبر تمركز الحكم الطائفي والقومي الذي بفعله عمق المشاكل والهوة بين كافة المكونات، وهكذا يبقى المعرفي هو المستهدف والمستبعد والملاحق بكافة الوسائل، وذلك ما يعوق الأداء الاجتماعي ويسهم في تفتيت العوامل الحية لدى كل مجتمع، مما عم الدمار وباتت الحياة الإنسانية مقوضة تماما. ولعل الحراك المعرفي في الشرق الأوسط بات مشلولا، الأمر الذي حال دون وصول المجتمعات لأمنها وتعايشها السلمي إزاء نداءات تذكي الصراع والتصارع القديم الجديد. ولكن حقيقة الصراع بين المعرفيين وقوى العطالة جلي حتما عبر دعوات المنادين للسلم والديمقراطية والمحاربين للإرهاب تجاه المكرسين للأزمات السلطوية الذين راحوا يقطعون الطرق أمام وصول مجتمعاتهم لحياة خالية من التسلط والارتهان لفساد السلطات القامعة. من هنا يجب تعميم أن الحياة التي تعاش بمعنى وأحقية يجب أن يكرس لها كل المعرفيين عبر أصقاع الوجود حياتهم في سبيل بلوغها. ناهيك أن الأزمات المركزية التي تعانيها المجتمعات المنكوبة بسبب الحرب تطال كل مؤسسة متحضرة، وبذلك فعدوى تلك الأزمات ما يلبث أن تظهر ملامحها في البقاع المتحضرة أيضا، ولو كانت بعيدة جغرافيا عن ما يحصل. انفجار باريس كمثال، فظاهرة التطرف ليست وليدة العصر الحاضر بقدر ما هي شرارة تم إذكاؤها بمنهجية في ذوات العقول التي كان الفراغ وكانت العطالة تحاصرها. ما لبث أن وجدت ما يملأ عليها الفراغ عبر زجها في قوالب أكثر شناعة، عبر التنظيمات الجهادية التي بدأت تنشر ويلات الفزع والرعب لتملأ الحياة شغبا وفوضى ودماء، مما يعني أنه من الاستحالة خلق حياة عصرية بنمط من التجاهل لأزمات الشعوب المنكوبة
التي لم تكف عن عيش أدوار الضحية بصورة مختلفة، وعبر مراحل من خلال ترسيخ الأنظمة القومية الديكتاتورية على طول خارطتها وإنهاكها راهنا بالفوضى، وإفراغ مساحات أرضها عبر إجبارها على النزوح والهرب عبر موجات الهجرة نحو الشمال، مما يعني أن الحديث عن أي نظام يدعو للعصرنة مجرد ثغاء ما لم يتم الحد من ويلات الكارثة الناجمة عن ظاهرة التطرف الديني وإقبال النخبة الشابة لأوساطها بالزياد. فشيوع العنف بمنهجية أدى لحدوث أزمات لا تنتهي ولربما غاصت ألما في ذاكرة الشعوب الهاربة بصورة مأساوية، كل ذلك وعبر مرأى المجتمعات المتحضرة التي كان ولا بد الآن أن تتحمل مسؤولياتها في إعادة الاستقرار والأمن للمناطق المتأزمة سياسيا عبر إنهاء حكم الديكتاتوريات ومكافحة التطرف، وكذلك تفعيل أدوات التخاطب والعمل عبر منظمات مدنية تعد جيلا قويا قادرا على العمل والبناء. والمعرفيين المطالبين اليوم بالبناء هم كافة المعنيين بالوجود وأمنه وسلامته، وبالأخص الذين هم في مراكز صنع القرار ولديهم صدى وتأثير على الرأي العام في ضرورة العمل على إعادة الاستقرار والأمان الفعلي للشرق الأوسط الذي فيما لو أتيحت له الحياة فإنه سيمثل في الحقيقة المنطقة الحلم لأجل المستقبل الأفضل، مما يعني أنها قادرة بأي شكل أن تعيد ريادتها الحضارية التنويرية على ما حولها والعالم برمته بعد أن تتخلص من السلطات الفاشية المستوطنة فيها من ديكتاتوريات واهنة وما خلفتها من ميليشيات مرتبطة بأجندات تخريبية خفية الهدف منها إبقاء المنطقة مشتعلة ومصدر أزمات وفوضى، الأمر الذي يزيد من تفاقم المعاناة. فإلى متى؟ من هنا يجب الانطلاق بالحل عبر هذا التساؤل، ولا شك أن العقل المعرفي الحضاري يعد بالأفضل عبر الإيذان بولوجه لحقيقة هذه المجتمعات والوقوف على معضلاتها عبر نقاط أساسية لا بد من معالجتها. فك الارتباطات الجائرة التي رسمتها معاهدة سايكس-بيكو والدعوة لرسم كيانات متحدة لا منفصلة، إقليم كردستان العراق نموذجا، ولا تؤثر على مصالح الجوار السيادية عبر تبني صيغ منها الحكم الذاتي أو الفيدرالي أو الكونفدرالي، مما يمنح دول المنطقة انتعاشها الاقتصادي والمجتمعي وتقاسم أدوارها بعيدا عن المركزية المتعالية وأساليب الحكم الفردي، مما يضمن حقوق كافة الأقليات وكذلك الشعوب التي تتسم بكافة مقومات الدولة من أرض ولغة وثقافة. إرساء سياسة اقتصادية تنموية شاملة تتخذ من الإنصاف وتقاسم الثروة على الشعب وتتخذ من آلية المحاسبة والرقابة والفعل المؤسساتي ميزانا للحياة التشاركية والتعاونية. مكافحة الطائفية وانتهاج سياسة علمانية معرفية والعمل على ترويج ثقافات شعوب الشرق الأوسط لزيادة تماسكها عبر مدارس ومعاهد تعمل على دراسة الإرث الحضاري لها وفتح المجال الحر للمساهمة في نهضة المجتمع انطلاقا من وحدة المصير والتعايش السلمي بين هذه الشعوب. فتح سبل التبادل الثقافي والاقتصادي والتقني بين شعوب المنطقة والعالم، مما يساهم في تعمير المنطقة ودعمها بكافة السبل لإعمارها ومساعدة المنكوبين للعودة إلى أماكنهم منعا من تفريغ المنطقة وإرساء لسبل حياتها وأمنها وازدهارها. إتاحة مختلف المجالات أمام المرأة للعمل على رفع كافة المظالم التاريخية عنها ومساواتها مع الرجل في كل شيء.
فصل الدين عن مراكز الدولة وكافة مؤسسات الحياة التربوية والاجتماعية فصلا شاملا، والعمل على ترسيخ حقيقة الدولة المدنية الاتحادية. محاربة الإرهاب وكافة التصورات التعصبية عبر تنسيق أمني واستخباراتي دولي، والدعوة لمؤتمرات تقف حول شيوع ظاهرة العنف بمختلف أشكاله ومسمياته، وضرورة مكافحته فكريا وعسكريا. من هنا يمكن القول أنه وبالوقوف على تلك الحلول والعمل عليها يمكن بروز مستقبل حقيقي واعد لأبناء المنطقة، وعبرها يمكن الوصول لأسس رفيعة لحياة راقية. ولا شك أن تطلعات المعرفيين نحو حقيقة الحياة القائمة على الإعمار هو حاجة تاريخية عبرها تلاقت أفكار وتطلعات ذوي الأقلام المستنيرة تاريخيا للسير عبرها بالمجتمعات نحو إرساء أسس السلام والديمقراطية. ريبر هابون.